المباراة التي ودع فيها منتخب كندا هذه البطولة بأداء مشرف، مجموعة صعبة. تابعنا معكم سجدة الشكر لله من نجوم المنتخب المغربي كابتن يوسف شيبو. مبروك، حقق هذا الجيل إنجازا تاريخيا، ثاني مرة في تاريخ المغرب الدور الثاني، أول مرة 7 نقاط بانتصارين وتعادل في تاريخ الكرة المغربية. لا يمكن أن توصف هذه التجربة المغربية في هذه النسخة إلا بأنها تاريخية استثنائية ومميزة. مبروك يوسف. الله يبارك فيك محمد، الله يبارك فيك. الحمد لله والشكر لله. ولكن جاء وكان لونه اصفر، كان مرهقا فعلا. الضغط كان كبير حتى الدقيقه الاخيره صدقوني، مرهق من هذه المباراه. يجب ان تكون فخور. انا فخور جدا. نعم انا 7 نقاط كان افضل انجاز. ال5 نقاط اللي هو منتخبات في اوروبا هو العالم، بلجيكا، كرواتيا. الامر الجيد، اظن انهم تعلموا الكثير من هذه المباراه كذلك، لان الشوط الثاني كانوا خائفين قليلا. راينا منذ 15 دقيقه في الشوط الثاني رايناهم واعطوا للمنتخب الكندي كل الامكانيات لكي يهاجموا. اذا يجب التعلم من هذه التجربه خاصه الشوط الثاني. انا افهم تماما الاحاسيس المختلطه في الرباط او في الدار البيضاء او في مراكش او في طنجة او في قنيطره او في مدينه مغربيه. المغاربه ما شاء الله احتلوا ملعب المباراه. الحمد لله الحمد لله. وكذلك لا ننسى محمد التشجيع والتعاطف العربي. هذا الكاس العالم انا ميزه انه الاتحاد عمل شيء جيد، انه جاب كل عائلات اللاعبين، وهذا الشيء يعني نفتخر نشوف هذه الاشياء. الحمد لله. ما في اشياء اجمل من الاشياء. محمد انا اولادي جو فقط ل3 مباريات